بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواية الفيل الطائر وردت في كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني في الجزء الخامس في الصفحة 10، وإليكم نص الرواية. قال أبو جعفر الطبري قال حدثنا أحمد بن منصور الزيادي قال حدثنا شاذان بن عمر قال حدثنا مرة بن قبيصة بن عبد الحميد قال لي جابر بن يزيد الجعفي: رأيت مولاي الباقر عليه السلام وقد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا، فصنع مثله فركب وحملني معه إلى مكة وردني. إخوتي، هذه الرواية ضعيفة لوجود 3 مجاهيل. الأول هو أحمد بن منصور الزيادي مجهول وليس له ترجمة في كتبنا، والثاني شاذان بن عمر أيضا مجهول وليس له ترجمة في كتبنا، والثالث مرة بن قبيصة بن عبد الحميد أيضا مجهول وليس له ترجمة في كتبنا. الملاحظ أن مثل هذه الروايات ستجد لها أساسا وعرقا عند محدثي السنة، فمثلا أحمد بن منصور الزيادي يعتبر من الروايات الذين تعتمد عليهم علماء السنة، فقد روى عنه الحاكم الحسكاني وابن كثير والخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن النجار، وفي مسند أحمد وابن حجر والحموي، كلهم كانوا يروون عن أحمد بن منصور الزيادي. فهذا الرجل ليس من رواتنا وهو مجهول عندنا، ولكنه من رواة العامة، حتى تعرفوا أصل هذه الرواية ومنبتها وفرعها من أين جاءت. ووجود هكذا رواية في كتبنا لا يدل على صحتها، ونحن لا نقول بصحة الكتب كما يقول العامة في صحيح مسلم والبخاري والصحاح الأخرى. نحن نقول أن الرواية تخضع للقواعد، فإن صحت أخذناها وقبلنا بها وتكون علينا حجة، أما إذا لم تصح فلا يمكن لأحد أن يفرضها علينا وأن يعتبرها من رواياتنا الصحيحة. فانتبهوا، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.